الفيديو دوت احنا هنجاوب على 3 أسئلة. أول سؤال، يعني ايه LLM أو يعني ايه Large Language Model؟ تاني حاجة، ازاي ال LLM ده بيشتغل أو ازاي ال Large Language Model ده بيشتغل؟ تالت حاجة هنشوف تطبيق للبيزنس عشان نقدر نستفيد من ال LLMs ديت. وبالمناسبة LLM ده حاجة زي تشات جي بي تي اللي هو Generative Pre-trained Transformer. هنعرف كل دوت في 5 دقايق بشكل مبسط جدا، بس كمل الفيديو معايا. خلينا نبدأ برقم 1، ايه هو LLM او ايه هو النموذج اللغوي الكبير Large Language Model؟ ده نوع من حاجة تانية اسمها النموذج التأسيسي او الفاونديشن موديل. النموذج اللغوي الكبير ده بيبقى جزء من نماذج التأسيسية، والنماذج التأسيسية أو الفاونديشن موديلز ديت بيتم تدريبها مسبقا على كميات ضخمة جدا من البيانات اللي مش متصنفة، حاجة اسمها unlabeled، معناها الداتا مش متصنفة. وده معناه إن النموذج بيتعلم من الأنماط اللي في البيانات، يعني بيقدر يشوف الداتا ويتعلم من الأنماط، ودي حاجة اسمها self supervised. السيلف سوبرفايز دي معناها الموديل بيتعلم من الأنماط اللي في البيانات وبيحسن نفسه كل شوية عشان يكون في إشراف ذاتي على الداتا دي، بطريقة تخليه كمان يطلع نتائج نقدر نستخدمها ونعدل فيها. النموذج اللغوي الكبير اللي هو ال LLM دي تعتبر نماذج تأسيسية بس مطبقة بشكل خاص على النصوص والحاجات اللي شبه النماذج اللغوية الكبيرة. تقدر تقول إنها نسخة مصغرة منها متخصصة بس في النصوص. دي بيتم تدريبها على مجموعات بيانات كبيرة، أكواد، نصوص، حاجات تانية، كتب، مقالات، محادثات، حاجات كتير. ولما نقول كبيرة معناها إن النماذج دي حجمها بيكون عشرات الجيجا بايت، وبتكون متدربة على كميات من البيانات بكميات هائلة اللي هي بيتا بايتس. بيتا بايتس دي كميات مهولة. بنتكلم هنا على كميات ممكن توصل للبيتا بايتس، وده حجم كبير جدا. فعشان نحط الموضوع في سياقه، لو جينا قلنا مثلا ملف نصي حجمه جيجا بايت، يعني ملف تكست حجمه جيجا بايت، ده بيخزن حوالي تقريبا 178 مليون كلمة. تمام؟ كتير قوي، صح؟ البيتا بايت دي تعمل لها كام جيجا بايت؟ دي حوالي مليون جيجا بايت. فانت متخيل ضخامة الكمية اللي بنتكلم فيها. كمان عندنا البارامترز كاونت، او النموذج اللغة الكبير بيبقى ليه حاجة اسمها بارامتر او معامل. زي تشات جي بي تي 3 كان متمرن على 45 تيرا بايت من البيانات، وبيستخدم 175 مليار معامل في التعلم الآلي. وده طبعا حاجة كبيرة جدا وعدد كبير، والعدد ده زاد طبعا مع تشات جي بي تي 4 و5 بعد كده. طيب ازاي النماذج دي بتشتغل؟ تمام. النماذج دي بتشتغل عن طريق 3 حاجات ممكن نفكر فيها بالشكل ده. النموذج اللغوي الكبير دوت بيتكون من 3 حاجات: داتا اللي هي البيانات، والاركيتكتشر او الهيكلة بتاعة البيانات ديت، واخر حاجة هي التريننج او التدريب على البيانات. فاحنا في الاخر كل الموضوع حوالين الداتا او حوالين البيانات. احنا خلاص اتكلمنا عن كمية البيانات الهائلة او الداتا الكبيرة جدا اللي ال LLM او Large Language Model اللي هو النموذج اللغوي الكبير. ودي الثلاث حاجات الأساسية اللي بيتكون منها ال LLM. هنقولها تاني، اللي هي الداتا والاركتكتشر والتريننج. تمام. بالنسبة للبيانات دي، طبعا الداتا اللي احنا اتكلمنا عليها انها بالمليارات. الاركتكتشر او الهيكلة دي بتكون عن طريق نيورال نتورك. بالنسبة للنيورال نتورك أو الشبكات العصبية، هي المحول أو الترانسفورمر اللي بتخلي النموذج يقدر يتعامل مع تسلسل البيانات. يعني إيه الكلام دوت؟ تشات جي بي تي معناها إن هو تشات جينيراتيف بري تريند ترانسفورمر.
فيعني إيه pre-trained؟ يعني هو متمرّن قبل كده. transformer ده الطريقة اللي معمول بيها الهيكلة ديّة أو الarchitecture ديّة، ودي اسمها المحوّل الtransformer. ده بيخلّي النموذج يتعامل مع تسلسل البيانات زي الجُمل أو سطور الكود. المحوّلات مصممة إنها تفهم سياق كل كلمة في الجملة عن طريق إنها بتفكّر فيها وبتربطها بعلاقات تفهمها كويس. ده بيسمح للنموذج إنه يبني فهم شامل لهيكلة الجملة ومعنى الكلمات اللي جواها. ما يبقاش فاهم بس الكلام، لأ بيبقى فاهم السياق كمان بتاع الكلام، ويبقى فاهم الموضوع نفسه. بيتم تدريب الهيكلة ديّة على كل كمية البيانات الضخمة اللي إحنا اتكلمنا عنها، اللي موجودة على الإنترنت حاليًا، بكل الذكاء الاصطناعي بيتعلم منها دلوقتي أو الlarge language models. أثناء تدريب النموذج بيتعلم يتوقع الكلمة الجاية في الجملة. يعني بيبدأ بتخمين عشوائي خالص، مثلًا السما تكون حشرة مثلًا، وده طبعًا هتبقى غلط، فبيلاقيها مش accurate أو ما لهاش معنى أو مش مستخدمة في الdata قبل كده. ومع كل مرّة بيتدرّب فيها النموذج بيعدّل في المعاملات بتاعته عشان يقدر يقلل الفرق بين اللي هو توقعه وبين النتيجة. هنا هو توقع إن السماء تكون حشرة، لقى النتيجة دي مش صح، فبيقعد يجرّب حاجات تانية لحد ما يوصل لأحسن نتيجة تدّي له معنى كويس، وهتكون مثلًا هنا السماء زرقاء مثلًا. فهيقعد يجرّب لحد ما يشوف بناءً على الdata اللي عنده قبل كده، فبعد كده هيشوف إن السماء زرقاء، بعد كده هيعرف خلاص إن السماء مش حشرة. بعد كده عندنا حاجة اسمها fine tuning. fine tuning ديّة وهي إن النموذج بيتمرّن على مجموعة بيانات أصغر وأكثر تحديدًا لمهمة معيّنة. يعني النموذج دوّة بنضبّطه، بنعمل له fine tuning، وهنا النموذج بيحسّن فهمه عشان يقدر يعمل المهمة المحددة بدقة أكبر. اللي هو بيخلّي النموذج لغوي عام يتحوّل لخبير مثلًا في مهمة معيّنة. مثلًا الحاجات اللي بنستخدمها دلوقتي في تطبيقات الأعمال زي الchat، زي البرمجة. طبعًا شُفنا كمان إزاي الLLMs طوّرت الsoftware development أو البرمجة، تطوير البرمجيات. شُفنا الكلام ده كُلّه. طبعًا عندنا lovable، عندنا cursor، عندنا حاجات كتير بنقدر ن نستخدم أو تولِّد لنا أكواد. دلوقتي يمكن الquality أو الجودة بتاعتها مش قوية جدًا، بس already بتعمل حاجات ممكن تكمّل عليها. واللي قُلناه ده مجرّد بس بداية بسيطة. مع استمرار تطوّر النماذج اللغوية أو الLLMs، أكيد هنكتشف تطبيقات أكتر وأكتر ابتكارًا. وعشان كده أنا مُعجب جدًا بالLLMs والنماذج اللغوية. لو عندكم أي أسئلة سيبوا لنا في التعليقات، وأشوفكم المرّة الجاية. السلام عليكم.